الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo Palembang. Hari ini Ahad malam Senin 3 Rajab 1445 Hijriah bertepatan dengan 14 Januari 2024 Miladiah. Mari bersama kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Nur Majid SPDI dan imam dipimpin oleh Al-Ustadz Ibrahim LC MAG Al-Hafiz. Dilanjutkan cawisan ba'da salat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Amiruddin Muslim Ansori dengan pembahasan tafsir Jalalain. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah kiranya untuk dijaga sendiri. Dan kami himbaukan kepada para jamaah agar kiranya dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقامها الله أدمها ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك
فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر
الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. لك الحمد الله أكبر. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 وبحمده دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله. يا لطيف يا وافي الله. يا كريم أنت الله. يا هو لا إله إلا الله. 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 عظم لا إله إلا الله. دائم لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود. صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآيات وتحفظنا بها سوء القول والعمل والنيات. وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا ربنا يا رب العالمين يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
إن الرجب شهر الله maju 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 yang jauh yang dekat insyaallah 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 39 Syahrial Junaid Junaid قهوة باللبن بسم الله بسم الله Husni mana Husni? Oh Medan Husni. Cek Tom, Cek Jos. Wah yang lama meninggal Wak. Oh iya. Bismillah bismillah. Taufik maju Taufik. Maju maju. Wak Pet mana Wak Pet? Oh ini. Taufik. Iya. Ada gelar baru ya. Sudah muslimin. Majelis Al-Atos malam ini. Oh, ya. Mana Junaid nih Junaid? Bismillah bismillah bismillah. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته خصوصا لمؤلف هذا الكتاب شيخ جلال الدين السيوطي والشيخ جلال الدين المحلي وأبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي والشيخ محمد بن إدريس الشافعي ولكافة العلماء العاملين والشهداء الصالحين والأئمة المجتهدين والصوفية المحققين ونخص خصوصا لأرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وإخواننا وأستاذنا ومعلمين ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء أن الله يغفر لهم ويرحمهم وعافهم وعاف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم برحمتك يا أرحم الراحمين شيء لله ولهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأمته مصباح الظلام قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال أيضا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كل قتال فيه كبير إلى آخر الآية وقال أيضا من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجب شهر الله والشعبان شهري ورمضان شهر أمتي
وقال في دعائه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صدق الله ورسوله. Ma'asyiral hadirin. Bismillah. Bismillah. Syahrial mainkan. Bismillah. Bismillah. Insyaallah. Mang Edi mainkan Mang Edi. Oh, sudah. Ma'asyiral hadirin wa kafatil mustami'in, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, seluruh jamaah salat maghrib isya jamaah pengajian tafsir Jalalaini Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo, yang insyaallah mudah-mudahan seluruh kita sehat walafiat, dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan banyak mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jazallahu anna sayyidina wa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Bapak, Ibu-ibu, alhamdulillah sesuai dengan jadwal kembali kita silaturahim, bermuwajahah, bersimpuh di rumah Allah ini. Di samping kita berzikir, salat berjamaah, juga saling mengingatkan di antara kita semua dengan membaca beberapa ayat firman Allah dan hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini alhamdulillah kita sudah ada di malam yang ketiga bulan Rajab atau bulan Rajab. Mudah-mudahan kita dan keluarga insyaallah masih diberi oleh Allah umur yang berkah, kesempatan untuk kembali bertemu dan berjumpa dengan bulan Ramadan. Doa yang setiap sholat, baik fardu maupun sunnah, baik kita berjamaah dengan imam, selalu dipanjatkan doa, selalu berdoa. Doa yang diajarkan selalu dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu di dalam kajian Qawaidul Lughah atau rumus bahasa Arab. Kalau biasanya ada huruf pi, huruf pi itu biasanya kalimat setelahnya itu majrur atau baris bawah, ya, baris bawah. Itu kalimat-kalimat yang umum. Tapi ini ada kalimat fi rojaba. Fi rojaba. Biasanya fi rojabin. Umpamanya fi baitin, fi masjidin, fi suqin. Tapi ini fi rojaba wa sya'bana wa ballighna ramadana. Ini kalimat-kalimat ini termasuk kalimat yang tidak baca dirobah walaupun dia kemasukan harfu jarrin. Harfu jarrin itu ada 9. Ya, harfu jarrin itu ada 9. Di antaranya itu adalah pi itu, pi, ba, kaf, lam. Kalau ada huruf-huruf itu pasti majrur atau pasti kasro. Tidak terti kamu. Iya. Ini kajian kami di pesantren masalahnya dia. Inilah yang kami olah di pesantren ini. Sampai lambat begini ini yang inilah. Iya. Jadi nahu sorof ya. Alat untuk maca kitab kuning atau kitab
gondol. Nah, kitab gondol. Kalau nak baca maco kitab gondol, itulah ininya, alatnya, nahu sorob. Kalau udah belajar nahu sorob itu, saro maconya. Kamu nih jangan kena gondol, yang gondrong lagi saro kamu. Iya, inilah beban ustadz kena. Jadi ustadz itu atau muallim itu harus dia punya basic pesantren, Pak Syarial. Udah baca nak basing-basing, mana bisa dia. Makanya kalau dia mengeluarkan fatwa berdasarkan kitab, berdasarkan hukum, syariat, apa asbabnya. Kalau maca Quran, hadis, tafsir, itu ada asbabun nuzul namanya. Sebab-sebab turunnya ayat. Kalau hadis, asbabul wurud. Nah, dia ngapa sangkan ini, ngapa sangkan keluar ayat ini? Ada sebab sebelumnya, ada umpamanya ada pertanyaan para sahabat, masalah hukum waris, masalah hukum pernikahan, jual beli. Itu kalau utang piutang, penggadaian. Itu ada galau itu. Ya, ada galau itu hukum-hukumnya itu. Termasuk aja kitab ini. Kita tidak baca sebasingnya. Iya, bukan ngaji Quran. Kalau ngaji Quran ada barisnya, ada harokatnya. Kalau kitab ini mana baca kecuali wong yang melalui proses belajar mengajar di pesantren yang diajari nahu sorob. Nah, kalau grammar bahasa Inggris gampang mudah. Gampang mudah kalau ditekuni. Kalau bahasa Arab ini banyak itu. Banyak. Makanya wong pesantren sampai tetua nah. Iya, sampai tetua wongnya. Iya, ada yang sampai 20 tahun, ada yang sampai 25 tahun, ada yang 40 tahun. Di pesantren Jawa Timur Salafiyah Syafi'iyah. Di pesantrennya Kiai As'ad Samsul Arifin. Nah, kami di pesantren mah itu juga di area dulu dengan Mang Edi ini nah. Belajar itu ya, belajar nahwul wadih supaya baca maco ini nah, maco yang gondol-gondol ini. Makanya udah gampang. Bukan kaleng-kaleng kami ini. Ijo. Kalau belajar yang ada juga yang baca belajar ya lah pesantren kilat itu nah. Pesantren kilat puaso. Nah, belajar pesantren kilat, tahu-tahu sudah dari situ ceramah dia. Oh, ceramah. Baru jadi pesantren, belajar pesantren kilat lah ceramah dia. Oh, juga ala kelemaknya budak-budak ini. Kita belasan tahun. Aku nih pesantren dari taman SD sampailah ke ini apa? Sampailah nak berumah tangga, nikah, kawin. Balik-balik aku nih kawin. Dengan wong rumah sudah saling kenal aku nih. Dijodoh ke mak comblang nah. Iya, aku tak tahu wong rumah tu mana. Pokoknya ada informasi, Mir, balik Mir kau. Oh, wong tua tu ya. Allah ya raham. Apa? Itu ngapa, Bu? Kau nak kami bini ke? Payu je ku. Ngelalamunian ini. Iyo. Laju. Jangan. Ujinya lado belum calon. Mana lado? Dari pesantren. Kau galak tak dengan si anu. Siapa ujiku? Si Pauzia, anak Pendi jual kelambu. Abah tu jual kelambu. Mertua tu ya di Los. Iya 16. Ujiku jadi, cuma aku nak nyengok dulu. Barang itu nak aku jengok dulu. Kapan aku jengok? Jadilah dia berjilbab. Aku jengok sekali lagi ujiku. Jangan tak berjilbab ujiku. Aku nak jengok. Sebab aku khawatir kati kuping, Mang. Tutup. Jadi gawe mana kati kuping. Nak dipakai mana itu? Akhirnya jadi. Sudah. Tidak pacar-pacar. Tidak aku nih. Tidak. Bertemu cuma sekali itulah nak berfoto itulah. Berfoto kawin. Kan dulu foto kawin. Di anu itu kan. Gandeng. Nah, dia foto itulah. Sudah itu ku ajak nyuko. Beli pempek dia. Cuko tertumpah-tumpah cuko itu. Saking ke ininya. Nah, saking lamonya dia di pesantren itu. Ini yang dikelola inilah. Makanya uang yang belajar agama dia, cak kita galo-galo ini kamu ini kanlah sudah jadi ulama namanya. Ulama itu harusnya ngerti hukum. Ngapa sangkan kamu tahiyatul masjid? Ngapa sangkan kamu sholat wudu? Kan dari guru-guru itu. Mestinya kita ini dia, ini yang paling takut dengan hukum agama.
Dalam Al-Quran itu disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama. Ulama, ustadz, kiai, muallim, nah, jamaah yang mengerti hukum itu yang paling takut kepada Allah. Iya. Ngapo kita ini tahu di hukumnya, nah, tahu di hukum. Hukum pokoknya hukum riba. Hukum apa lagi? Hukum berzina. Hukum minum, hukum suap menyuap, sogok menyogok. Dah tahu kan kita ini? Bukan kamu tuh dengerin dah? Wong yang nyogok, yang menyuap, nerimo itu berdosa beda? Tidak. Tidak berdosa. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang nyogok nerimo sogok, yang nyuap nerimo suap. Tidak berdosa, tapi langsung masuk neraka. Aku tuh ngesake yang di YouTube, betul tak? Bukan aku muat-muat, yang di YouTube tuh nah. Pikir-pikir ujuk ngapo tidak berdosa. Rupanya langsung masuk neraka. Supaya apa ini? Supaya ada kasih kesempatan bertobat. Nah, kita yang terasa, oh yunian berdosa ini masuk neraka kakek, bertobat dia, ya. Nah, itu dalam hadis sahih itu, sahih itu ya. Nah, kita ini namanya kamu ini ulama. Ngapa sangkan uji ku ulama itu? Tahu di hukum. Jadi ulama itu bukan cuma ngajar ceramah dah. Kita galau-galau nih ulama. Ulama itu artinya alim. Alim itu siko, alimani dua, ulama banyak. Nah, dan ulama ini, wong alim ini ibadah berdasarkan ilmu, tidak belok-belokan. Ngapa sangkan kamu sholat duha? Aku dapat dari ustadz ini, gitu ya. Ngapa sangkan kamu apa? Sangkan kamu sholat tahiyatul masjid? Aku dapat dari ustadz. Ustadz dapat dari ustadz. Terus sampai ke Nabi itu. Makanya kita galau-galau ini yang bukan wong Arab, bukan wong Ayib, nasab kita ini sampai. Ya, bukan wong Arab baik, bukan wong Ba'alawi baik. Wong Ba'alawi itu nasabnya itu DNA. Kita ini nasab ilmu kita ini. Kamu dengar dari aku nih lah, ya. Aku ini kan kecil-kecil kiai. Nah, ya. Kamu dengar dari aku, kamu dengar dari Ustadz Abdul Majid, kamu dengar ceramah dari Ustadz Nurdin, dari Ustadz siapa, we? Itu selusurannya itu sampai dia. Umpamanya dari aku nih, ya. Aku ini belajar di pesantren Ariyat. Nah, tempat kami mondok dulu, ya. Dari Ariyat itu siapa guru kami? Ustadz Ahmad bin Abdullah Al-Habsyi. Nah, ya. Samalah dengan dulur-dulurnya. Ustadz Ali bin Abdullah Al-Habsyi, Ustadz Ali Umar Thayyib, Allah yarham almarhum. Nah, mereka ini, wong yang mulia ini belajar di mana? Belajar di Darul Hadis. Di Malang, Darul Hadis. Siapa yang punya itu? Habib Abdul Qadir Babagi. Siapa anaknya? Habib Abdullah bin Abdul Qadir Babagi. Nah, ustaz-ustaz kami ini belajar dengan situ. Habib itu belajar dengan siapa? Belajar dengan gurunya sampai kelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nasab ilmu namanya. Ya, nasab ilmu. Das basingnya. Nah, dia kalau kami salah memberikan fatwa, kami ini yang berdosa. Kami ini yang berdosa dia. Makanya tidak sebasing yang mengeluarkan hukum, fatwa, cara ibadat. Tidak boleh basing-basing. Harus ada aturannya ini. Nah, termasuklah milih pemimpin. Ya, agak panas ini tuh ini. Milih pemimpin itu kalau kita ragu-ragu menganalisa, beristihad, meloi ijtima'ul ulama. Beres kamu sama ijtima'ul ulama itu maksudnya kita sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah kalau kita kurang, salah dan lain sebagainya, bacalah imam. Ustaz Ibrahim ini yang nanggungnya. Rejolah dia pokoknya. Kalau kita kurang, salah dia, umpamanya tidak tahu hukum, bacalah dia.
Dengan siapa kamu sholat? Ustaz Ibrahim, begitu. Di mana Masjid Agung? Panggil malaikat. Hem, panggil Ustaz. Hem. Kau jadi imam Nah, dia mengano ini. Nah, kita ada yang kurang, wuduk kurang, khusyuk kurang. Bacalah dia. Sama dengan milih pemimpin. Milih pemimpin itu itulah. Kalau punya kita salah, bacalah ulama. Yang dipanggil kagak ini siko-siko kita nih. Oh, ijtima ulama dihadiri oleh si fulan, kiai, ulama, habib. Yang itulah bertanggung jawab. Nah, kita tidak lagi dipanggil. Tidak lagi dipanggil. Syahrial Harahap, tidak lagi. Kalau dia meloi fatwa ulama. Sampai situ be, jangan nyerempet. Mati lampu aku nih kakek. Kakek aku tiarap kakek. Ini musim penculikan tahu tak? Aku bukan takut, bukan. Aku kesian dengan orang rumah sebenarnya. Sudah selama. Kamu di dalam surah At-Taubah, ya surah At-Taubah salah satu di antara surah yang tidak diawali dengan basmalah, ya. Dan disunahkan untuk ta'awud. Ta'awud itu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Salah satu di antara ayat Al-Qur'an yang ada hubungannya dengan masuk bulan Rajab ini terdapat di dalam surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan atau hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Itna asyara itu artinya 12 bulan. Itna asyara syahran fi kitabillah, di dalam lauhil mahfuz, yaitu di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di dalam 12 bulan itu khalaqas samawati wal ard, hari di mana diciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Rupanya langit itu 7 lapis rupanya dia. Bumi kita juga 7 lapis. Artinya tebel. Kalau langit pertama, kedua, ketiga, ada galau itu. Jadi kalau dalam sejarah tafsir dia langit pertama, kedua itu ada penunggunya galau. Siapa penunggunya itu? Yang pertama malaikat. Yang kedua nabi dan rasul yang dimuliakan oleh Allah. Antara lain Nabi Isa. Nah, Nabi Isa itu rupanya diangkat ke langit. Langit pertama. Itulah yang ditemui oleh Nabi kita waktu Isra Mi'raj itu nah. Kaget dia turunnya itu membunuh Dajjal nian, bukan Dajjal. Kalau yang Dajjal itu untuk ngebuntung itu. Itu Dajjal itu. Nah, Dajjal itu ialah ujian akhir zaman. Siapa yang bunuhnya? Ialah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa. Menurut konsep itu Nabi Isa bukan disalib. Yang disalib itu adalah Yahuza. Nah, iya, itu ya. Siapa itu? Iya, murid Nabi Isa ini 12 ya, 12. Salah siko di antaranya itu adalah bernama Yahuza, berkhianat. Kan raja waktu itu nunjuk ke sayembara itu ya. Siapa yang tahu tempat persembunyian singitan majelisnya Nabi Isa, kagak dinjuk kepingan emas, dinjuk hadiah. Hadiah. Nah, itulah kira-kira di sunatullah itulah. Ada yang taat, ada yang tidak, dia murid-murid itu.
Itu di zaman Nabi mah itulah. Di zaman Nabi. Ada yang taat, ada yang berkhianat. Waktu Isra Mi'raj itu banyak wong yang murtad. Waktu Nabi hidup lagi ada Musailamatul Kazzab. Wong yang ngaku dirinya Nabi, baca muat Quran. Langsung dibunuh oleh Abu Bakar itu nah. Zaman Nabi Isa nah itulah. Zaman Nabi Musa, Firaun. Itu ya, Haman, Korun, zaman Nabi Isa itulah Yahuza itu. Barrafa'ahullah. Jadi Pak Amir, yang tergantung dia yang salib itu siapa? Bukan Nabi Isa. Jadi kalau umpamanya kagek di akhirat kagek Nabi Isa itu ngomong, siapa-siapa yang nyembah aku, siapa-siapa yang anggap aku ni Tuhan, siapa-siapa yang anggap aku ni anak Tuhan, wa ana bariun minhu, aku berlepas, aku tak tanggung jawab. Wa ana Abdullah, aku ni hamba Allah, ya, Nabi Allah. Bahkan saksikan oleh kamu galo-galo. Ini ngatur ke dia di depan wong yang akhir zaman itu, ya. Aku ini masuk agama Nabi Muhammad. Macam syahadat. Nabi Isa tu kaki macam syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak lama dari sana dia nyembelih tu Dajjal. Itu ceritanya tu ya. Bukan kamu tu dengar dah. Iya. Iya cerita panjang kalau kamu nak cari baik itu kisah sul anbiya itu nah ada galau itu ya. Ada galau. Aku macam dari situlah. Aku bukan muat-muat. Dengar cerita itulah dari Quran itulah. Nah, jadi hari di mana Allah ciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Lapis pertama kita inilah nah. Kita bumi ni kita. Lapis kedua ni bangsa-bangsa halus. Umpama jin, setan, belis, demit itu ya. Metunya kapan? Waktu maghrib. Kalau kita ni kan leluasa. Ini bangsa-bangsa itu metunya waktu maghrib itu nah. Makanya kalau ada budak-budak anak cucung kita balik maghrib, kadang-kadang sawanan masuk kemasukan jin. Itu bertomboran dengan jin metu itu waktu maghrib. Iya. Kalau nak nyengok banyak jin metu itu ya lah banyak orang yang berbelian di warung waktu maghrib. Jin pekak kalau itu. Makanya kalau nak berbelian di warung jangan maghrib. Liwat ke maghrib nah, dia supaya kita tak bertomboran dengan dia metu itu nah. Iya. Makanya kalau masuk maghrib kalau budak-budak ni sekolah atau les kakek dulu sudah kelar maghrib atau nak metu sudah kelar maghrib itu nah dia. Lain halnya dengan kita yang metu untuk majlis, untuk jamaah takut dia. Sekali kita metu bismillahi majriha wa mursaha, bismillahi amantu billahi tawakkaltu ala Allah, berlari dia itu. Sama halnya dengan kita semayang nah. Semayang kita macam Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, lari dia. Beles-beles ni. Cuma dari situ kayak marak lagi. Nah, itulah marak lagi tu. Galak ngoda-ngoda kita ni gitu ya. Nah, salah satu di antara 7 lapis langit dan bumi itu ada penduduknya masing-masing. Tapi kita singkat baik dulu ya. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang hurum. Hurum itu artinya yang istimewa, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu 3 bulan berturut-turut dan sikok bulan yang terpisah. 4 bulan itu di antara 12 bulan itu 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram. Yang terpisah adalah bulan Rajab. Nah, bulan-bulan ini tidak pernah terjadinya asom. Asom itu tidak pernah terjadinya peperangan. Nabi kita itu tidak pernah lepas dari berperang. Nabi kita itu ya. Dan di depan sekali dia tu. Itu baru ya, nganjur kau berperang. Nabi di depan duluan. Uji Nabi besok kita perang. Belum sahabat datang dia lah duluan di situ nah. Itu hebat Nabi itu. Presiden itu kalau nak ngongkon berperang, dia duluan di situ. Jangan ngongkon anak buah.
Anak buah mati, dia lemak-lemak di belakang. Iya. Oh itu ada yang apa? Ada daerah yang nak kepengen merdeka, umpamanya dia duluan di situ. Jangan ngongkon wong. Ini wong mati kalau dia lemak-lemak dia di luar negeri sana. Nah dia ini Nabi kita itu tidak pernah tidak sesuai dengan anjuran dia, dengan perintah dia. Besok kita perang Badar. Duluan Nabi kita, dia di situ. Oh, sahabat-sahabat bukan main malunya. Ini ngongkon uang. Besok Jumat pagi pembersihan. Uji ketua RT. Warga lah datang galau, dia belum datang. Ini ketua RT. Uji ke mana ketua RT-nya ini mana? Mingsep. Tak datang. Nah, dia itu namanya tidak jadi contoh. Sama halnya dengan kami ini nah, kami kalau ceramah ini ngomong main ini tapi tidak sesuai dengan kelakuan sehari-hari. Munafik kami ini. Ya gampang jadi ustaz, uji kamu lemah jadi ustaz nih. Harus satunya perbuatan dengan ucapan. Nah, yang kondangan galak lemak memang depan sekali. Nah, dia kalau makan duluan, balik belakangan, nyingok biduan lah duluan pula. Wong lain belum nyingok, kami lah nyingok duluan. Nah. Terjingok bukan nyingok. Iya. Kadang-kadang itu salah tingkah juga. Panggung itu kan agak tinggi, kita di bawah. Cara pakaian biduan. Nah, cuman jarang terjingok yang bagus-bagus mah itu tuh jarang. Setujunya agak gendut ini. Hah? Tambah nyender saja. Ya jarang terjenguk barang bagus tuh nah. Ya. Mana dicungai itu roh sakit gulu. Kalau Allah yarham Ustaz Taufik, kawan kita Ustaz Taufik Kasnuri, tak galak dia. Ustaz, kami nak ada hajatan, apa walimah. Ya sudah, baik. Syaratnya ada tak organ tunggal? Ada Ustaz, cari Ustaz lain deh. Oh, just Taufik dulu. Makanya aku banyak dapat job dari dia juga. Anjuk kaku baik. Palangan. Ustaz Taufik memang istiqomah wongnya. Dagal ada musik-musik, nyanyi-nyanyi. Dia galak terjengok biduan, pernah temas dia tuh. Pernah temas. Juga ngapa dak galak? Ayah ketemasnya aja ngapo? Pakaian biduan itu adalah kependeknya. Gini. Kebenaran waktu itu apa? Kondangan dengan wong rumahnya kalau salah. Balik itu babalah dia. Dari situ nandak lagi. Tuh nanggo Dah. Jadi bulan di sisi Allah itu namanya bulan Hijriyah ya. Mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Nah, itu bulan Hijriyah, ya bulan Hijriyah. Bulan Hijriyah. Dan bulan Hijriyah ini penuh dengan makna, penuh dengan apa? Dengan sejarah dan ada fadilahnya. Fadilah, ada keutamaannya. Setiap bulan Muharram sampailah bulan Zulhijjah itu ada galau. Bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Siapa yang menentukan ini? Nah, menurut sejarah gancang itu. Maksudnya apa? Junaid, ya orang ni apa? Oh ya Allah, nek. Ya, sudah ya, oke. Ya, dah kita terus ke minggu depan. Ditandoi. Yang jelas Bapak Ibu, bulan Rajab ini bulan kita ibadah ya. Pokoknya berdoa baik. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Banyak-banyak berdoa itu beh. Insyaallah berkah dalam kehidupan di bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Wallahu taala alam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang. Hari ini Ahad malam Senin 3 Rajab 1445 Hijriah bertepatan dengan 14 Januari 2024 Miladiah. Mari bersama kita melaksanakan salat Isya berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Nur Majid SPDI dan imam dipimpin oleh Al-Ustadz Ibrahim LC MAG Al-Hafiz. Dilanjutkan pembacaan zikir ratib Al-Abtas bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Kemas Haji Agus Muslim ba'da salat Isya. Dan kami informasikan kepada para jamaah yang memiliki kendaraan mobil berwarna silver dengan nomor polisi B2972 STB diharapkan untuk memindahkan mobilnya karena menghalangi kendaraan lain untuk keluar. Sekali lagi, bagi para jamaah yang memiliki kendaraan mobil berwarna silver dengan nomor polisi B2972 STB diharap untuk memindahkan mobilnya karena menghalangi kendaraan lain untuk keluar. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله أدمها ما دامت السماوات والأرض اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة استقيموا واعتدلوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء
السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود، سبحان الله، 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 سبحان الله،
سبحان الله وبحمده دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمه. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا تخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
رب العالمين يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر